فإذا واضح أن عندنا أزمة تخلف. الأزمة الرئيسية الثالثة التي تعصف بالأمة هي أزمة فاعلية، عدم إنتاجية. يعني أنت لما تروح الصبح وتشوفوا زحمة الناس في الشوارع ويتسابقوا ويتدافعوا عشان يروح العمل ويلحق على التوقيع عشان يقعد يشرب شاي ويقرأ جريدة، مش كده؟ تم إحصاء إنتاجية الموظف في القطاع الحكومي في الكويت أو في الخليج بشكل عام، فوجدت أن إنتاجية الموظف في القطاع الحكومي هي ربع ساعة في اليوم، وهي نسبة أحسن بكثير من مصر حيث الإنتاجية 5 دقائق في اليوم للموظف، 5 دقائق. أما تقرير وزارة التنمية الإدارية في السودان، تقريرهم هم عن فاعلية الموظف في السودان، فهي 3 دقائق في اليوم. 3 دقائق في اليوم. ويقولوا ليش يسبقونها؟ تكدس في الموظفين، بطالة مقنعة، لا عمل لهم ولا إنتاجية ولا فاعلية. إياكم أن تكونوا من هذا. واسمعوا إني كلمة، لأني أدرس علم اسمه القيادة الأخلاقية. أي موظف سواء يعمل في حكومة أو في قطاع خاص أو في عمل مدني ما يعطي الدوام كاملا فيتأخر في البداية ويخرج في النهاية ويتسلل لواذا أثناءها فهو حرامي. نعم حرامي، لأن الحرامي يسرق مال، وهذا يسرق وقت مدفوع عليه مال. فاتقوا الله. فعندنا مشكلة في فاعلية الشخص، وعندنا مشكلة في فاعلية الشركة والوزارة، وعندنا مشكلة في فاعلية الدولة، وعندنا مشكلة كبيرة في الفاعلية والإنتاجية. أنا أذكر أنا عشت 17 سنة في أمريكا، فأذكر مرة كنت أزور بنتي وهي تدرس في ذلك الوقت في جامعة جورج تاون، واحدة من أشهر الجامعات الأمريكية، وقالت لي بابا أنا عندي معاملة في المكان الفلاني في الجامعة، خليني أروح ألحقها. قلت لها يا بنتي الساعة الآن 5 إلا 10 دقائق، والدوام ينتهي الساعة 5، والطريق بيننا وبين المبنى سيأخذ 10 دقائق مشي. قالت لي نركض. حتى لو ركضنا يعني حنصل ما في حد. قالت نجرب. ففعلا جرينا، فوصلنا إلى المبنى الساعة 5 إلا 3 دقائق، ولا موظف ما كان في مكانه، كلهم في أماكنهم، وأنجزوا لنا المعاملة قبل أن نمشي. هكذا الإنجاز، هكذا الإنتاجية. بينما احنا الساعة 12 يقول لك سكر الصندوق. ايش صندوق هذا؟ مش عارف انا. الصندوق السحري هذا مصطلح لم اسمعه 17 سنة في امريكا. وبعدين يعني لما رجعت الكويت بعد الغيبة الكبرى، في خلال 4 شهور اخذوا مني صور شخصية اكثر من اللي اخذوها في امريكا في 17 سنة. يعني ما أعرف عندهم غاية جمع تصوير ولا إيش، ما أعرف. شيء مش طبيعي يعني. وبصموني 2 مرات في نفس المكان. يعني هل تغيرت؟ مش عارف أنا والله. كله من عدم الفاعلية. طبعا الآن الحمد لله تحسنوا،